ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض اكله كلنا بنموت فيها. هنعمل مع بعض الكوردون بلو في البيت بطريقه لذيذه قوي، طعمه يجنن. هنقول كل خطواته وكل تكاته ازاي يطلع معانا مظبوط. تعالوا نشوف عملناه ازاي. انا عندي محضره صدور دجاج مقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اجيب المدق وادقها كويس جدا برضو، عشان انا عايزه الصدور بتاعتي تبقى مفروده كويس جدا عشان تبقى سهله معايا في التسويه، ما تاخدش وقت مني في التسويه. هبدأ بقى أفرد الصدور بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده. أنا بقى محضرة بولة فاضية، هبدأ أضيف الصدور بتاعتي. عندي شوية توابل، تقريبا من كل حاجة نص معلقة. بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل، بهارات دجاج، بابريكا. ممكن أقل كمان من نص معلقة على حسب طبعا الكمية اللي انتم مستخدمينها. هبدأ بقى أقلبها كويس جدا، ونبدأ بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. مش شرط ان احنا تقعد في التتبيلة، يعني احنا ممكن بس مجرد ما احنا بنتبلها وبنجهز الحشوة بتاعتنا. انا عندي جبنة شيدر نيوزيلندي، ممكن اي نوع جبن. لو عندكم جبنة بتاعت البرجر اللي هي بتسيح، عندكم جبنة موتزاريلا، اي نوع جبن انتوا تستخدموه مفيش مشكلة. هبدأ بقى اقطعها عشان تساعدني ان انا الفها تبقى سهلة جدا في اللف معايا وانا بلف الكوردون بلو. عندي بقى الروز بيف بتاعي، محضره روز بيف تركي، اي نوع لانشون انتوا بتحبوه مفيش مشكله. بدأت بقى اقطعها شرايح الجبنة بتاعتي كده عشان تبقى سهلة معايا ان انا الفها. وبدأت بقى اجيب استرتش راب بتاعي، هبدأ افرده على الطبق، وهجيب قطعة من الصدور بتاعتي. هبدأ احط واحدة روز بيف، واحط عليها الجبنة الشيدر بتاعتي. يفضل ان احنا واحنا بنلف نلف الاول الجبنة والروز بيف، عشان الجبنة ما تخرجش من الكوردون بلو بتاعي. هبدأ بقى ألفها كده، واحاول بقدر الإمكان أضغط عليها، وابدأ أقفل عليها بالاسترتش بتاعي. دي خطوة مهمة جدا، هتساعد ان هي الكوردون بلو بتاعي يفضل محافظ على شكله كده وما يفكش ولا يخرج منه الجبن ولا اي حاجة، وهيطلع معايا مظبوط قوي. هبدأ بقى اعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده، سهلة قوي. جبت الروز بيف، بدأت احط عليه كام قطعة كده من الجبنة الشيدر ونلفها، ونبدأ بقى نحطها في الصدور بتاعتي وهلفها كويس جدا، واقفلها بالاسترتش بتاعي كويس جدا. هعمل الكمية بتاعتي كلها واحطها في الفريزر تقريبا حوالي نص ساعة، يعني بحيث ان هي تمسك تبقى متماسكة كده. الكوردون بلو بتاعي يبقى متماسك. بصوا بدأت الفها كده من الجنب ده والجنب ده. عايزة اقول لكم اسهل طريقة تعملوا بيها الكوردون بلو وهيطلع معاكم مظبوط جدا. عملت الكمية بتاعتي، هبدأ ادخلها الفريزر تقريبا حوالي نص ساعة. ده كان شكلها بعد ما خرجت من الفريزر. انا بقى محضرة معايا تقريبا كوباية بقسماط، ضفت عليها نص كوباية دقيق. عندي كيس فيجيتار، هبدأ بقى اقلب الخليط ده كده مع بعض كله مع بعض. في ناس بتفضل ان هي تحطها في الدقيق وبعد كده تحطها في البيض بعد كده تحطها في البقسماط. انا بفضل ان انا احط الدقيق على البقسماط، لان ده ما بيبقاش الطبقه، يعني الطبقه بتاعتي بتبقى متماسكه وما تفكش معايا. عندي بقى بضايه وتقريبا حوالي معلقه لبن كبيره كده، بدأت اضيف عليها شويه ملح وشويه فلفل. وده يعتبر طبقه التغطيه بتاعتي بتاعت الكوردون بلو. بدأت بقى اجيب الكوردون بلو بتاعي اضيفه في البيض كده، وبعد كده اروح حطاه في البقسماط. عايزه اقول لكم الكوردون بلو اكله لذيذه قوي ومش متعبه خالص في عمايلها، بالعكس سهله جدا. وممكن طبعا نجهزها كده ونضيف لها البيض والبقسماط، نحطها في البيض والبقسماط ونشيلها في الفريزر وقت ما تحبوا تحمروها تبقى جاهزه على التحمير. هبدأ بقى اعمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه كده. هحطها في البيض، اتاكد ان هي كلها اتغلفت كده بالبيض، وبعد كده نبدأ نضيفها على الدقيق والبقسماط. وهرجع تاني احطها في التلاجة تقريبا حوالي 10 دقايق قبل ما انزلها الزيت بتاعي. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها، هحطها في التلاجة تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. وهبدأ بقى اجهز الزيت بتاعي. انا محضرة الزيت بتاعي مسخناه كويس جدا. اول ما بنزل الكوردون بلو بروح موطية العين بتاعتي عشان الكوردون بلو يستوي كويس، ومش هقلب الكوردون بلو غير لما تاخد لون ذهبي حلو كده. هبدأ اقلبها على الاتجاهات الباقية. بالطريقه دي عمر الكوردون بلو ما هيفك منكم، عمر الجبنه بتاعته ما هتخرج منه، هيطلع مظبوط قوي وحلو قوي وطعمه لذيذ. ممكن بقى طبعا نقدمه مع شويه مكرونه، نقدمه مع شويه رز، اي حاجه ساندوتشات كده. مش عايزه اقول لكم قد ايه هي لذيذه وطعمها يجنن. انا قدمتها مع مكرونه وايت صوص، ممكن طبعا تقدموها باي طريقه انتوا تعجبكم.
اكتشفت وانا بصور بعد ما قطعتها والصوص الجبنه كان خارج منها كان شكله يجنن، اكتشفت ان انا ما كنتش بصور. زعلت جدا، كان نفسي اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بس مش مشكله طبعا، وارد ان يحصل حاجات زي كده كتير في التصوير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مستنيه طبعا رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية.